أهلا وسهلا بكم مجددا. ضيفي الآن الفارس الخلوق، الفارس الإماراتي عبد الله المري. عبد الله، نرحب فيك في سعودي هورس. مشكورين مشكورين. عبد الله، شرفتونا أمس بتواجدكم، وصلتوا أمس هنا للرياض المشاركة في البطولة الدولية الفايف ستار، ومن ثم إن شاء الله مشاركتكم في البطولة الخليجية ضمن الدوري العربي، البطولة ثري ستار. كيف تجهيزاتكم للفايف ستار أولا، وكيف تشوف جاهزيتك وجاهزية الفرسان الإماراتيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر لكم الاستضافة والتغطية، وطبعا بطولة الكل يتشرف انه يكون موجود فيها. طبعا دولة الامارات يعني 4 فرسان يمثلونها في هذه البطولة. الفارس محمد غانم الهاجري، واحمد الجنيبي، وعارف احمد، وعبد الله المري. في بعض الفرسان ان شاء الله بيلحقون، لان يعني البطوله الدوليه في اليوم الوطني في الامارات، فبعض الفرسان يعني تخلفوا عن هالبطوله. لكن بالعكس يعني كان احنا لنا شرف ان نكون ممثلين لدوله الامارات في هالمحفل يعني الدولي، وصراحه فرسان كبار واجواء رائعه، ويعني بالعكس يعني الاستضافه كانت من عند المطار، وتوفير كل سبل النجاح للبطوله هاي ما شاء الله. عبد الله، كيف تشوف جاهزية المهرجان وجاهزية نفس منتجع عنوبة، خاصة أن البطولة فايف ستار للمرة الثانية تقام في السعودية بعد إقامتها في المهرجان السنة الأولى؟ كيف تشوف جاهزية الميادين وجاهزية الاستضافة بشكل عام؟ طبعا المكان يعني ما عليه كلام، يعني الأرضية والمساحة وميدان التسخين ولجنة التحكيم بالإضافة للمنظمين، يعني كله على أعلى مستوى. الأرضيات ممتازة للخيل، الإضاءة ولا أحسن، الاسطبلات على يعني أفضل ما يكون، وبالعكس يعني التجهيزات يعني مبين الشغل كان بدقة، يعني حتى الممرات حتى الوصول للميدان كله يعني بشغل مهندس ومرتب بأفضل ما يكون. رسالة أخيرة توجهها لمحبينك؟ والله يعني طبعا نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه البطولة، وبالعكس يعني ان جمع فرسان الخليج والوطن العربي، والبطولة يعني ايضا دولية، الفرسان العالميين موجودين، وفرحة كبيرة يعني ان دائما نكون متواجدين في ارضنا يعني السعودية، ففرحة كبيرة، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الفرسان إن شاء الله. شكرا لك عبد الله. حياكم الله مشكورين. هذا كان حديث الفارس عبد الله المري من دولة الإمارات. لا تكونوا بعيدا، لا نزال في لقاءات ثانية. شكرا لكم.